السلام عليكم ومرحبا بكم مرة جديدة في قناتكم. اليوم جبت لكم وصفة المرقة بالبرانية والحمص، بزاف سهلة. تبعوا معايا. بسم الله، نبداو على بركة الله. الحاجة الأولى اللي نديروها نقطعوا البرانية تاعنا، نقشروها ونقطعوها ونديروها في الماء باش ما تكحلش. عندنا تاني بصلة كبيرة مقطعة طريفات صغار، عندنا دجاج كمية اللي تبغوها، طوماطيشة حبة متوسطة رابيوها، حمص، فلفل اسود، 3 سنينة تاع توم، سكرفجين، ملح، كركم، سكينجبير والزعفران. الحاجة الاولى اللي نديروها نديرو الزيت في لاكوكوط، من بعد ما نديرو الزيت نجيبو الدجاج نديروه فوق النار ونخلوه يتقلى. من بعد ما يتقلى لنا الدجاج تاعنا نزيدو البصلة، بصلة كبيرة هنايا متقطعة صغير صغير. من بعد ما تقلى لنا البصلة وهذاك الدجاج مليح نزيدو توابل. هنا نزيد 3 سنينة تاع الثوم، كركم، زعفران، سكينجبير، فلفل اسود، والملح. ونحركو وزيدو عاود طماطم، نزيدو هنا الطماطم اللي كنا رابيناها، ونزيدو نقليو. هنايا هداك الراس تاع الباذنجان الفوقاني ما نقيسوهش، نزيدوه في المرقة باش يطلق لنا البنة. ونزيدو الحمص ثاني. هنا نكونو ديجا غلينا الماء تاعنا سخناه ونمرقو حتى تغطى هذيك المكونات تاعنا هكا. خلطوها خليطة خفيفة، ونزيدو هنايا قبضة تاع المعدنوس ونبلعو لاكوكوط خليوها طيب. هنايا البرانية نزيدو لها شوية مايزينا ونحركوها باش ما تشربناش الزيت كي نقليوها. من بعد ما نكونوا ديجا قطرناها من الماء مليح، من بعد نديرو شوية زيت في المقلاة ونقليو البرانية تاعنا. من بعد ما تقلى البرانية هكا تجي محمرة الله الله. لاكوكوط تاعنا كنا بلعنا عليها صيبون كي طيب. هنايا بغيت نوريكم الخبز اللي درناه اليوم. هذا المره الجايه ندير لكم الوصفه تاعه، ساهل بزاف. نوريكم ثاني واحد لاصيت تعاونكم بزاف في الخبز. هنا من بعد ما نحلو على المرقه نخلوها شويه تتجمر ونحمروا الدجاج في المقله، ونجيبو الطبسي تاعنا نحطو هذاك الدجاج ونزيدو المرقه بعد ما تكون تجمرت، ومن الفوق نزيدو البرانيه.
نديروها فوق الدجاج ونزيدو البرانية نزوقو بها الطبق، وهذا هو الطبق تاعنا واجد. ما بقى لي غير نقول لكم جربوه بهذه الطريقة، اكيد راح يعجبكم. ودمتم في رعاية الله وحفظه، نلتقي في وصفات اخرى جديدة ان شاء الله. سلام.